السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعيني الأعزاء في حكاوي الكيلاني ومن مسجد قباء في اليوم الثاني يوم النهارده الثلاثاء يا أستاذ أحمد. لا اليوم يوم الثلاثاء الموافق 2 رمضان سنة 1445 في مسجد قباء، ومعانا الراجل الطيب ده اللي أنا بشوفه كل يوم في مسجد قباء، يعني كل صلاة ما بيفوتش ولا صلاة في مسجد قباء. وادعي لك وادعي للمسلمين كلها. اسم أنا كريم. ابن أخيك محمد خلف أبو خلف العنزي مهاجر لله والرسول من أهل العرعر. ما شاء الله ما شاء الله، أهل عرعر أهل. وادعي لها لجماعتي الصغور كلهم. الله يصلح وادعي حالك. جماعتي جيراني من عيال اسماعيل، عيال عبادي، عيال خالتي، عيال بعيس، وعيال اخواني كلهم ادعي لهم. ما شاء الله الله يبارك فيك. وهذا اول مسجد اسس بالاسلام. ما شاء الله، انا بشوفك ما شاء الله على طول محافظ على كل صلاه، باجي هنا المسجد الاقيك على طول هنا ما شاء الله، من رواد المسجد يا جماعه. شايب يعني عند الله. ده حمامه المسجد بتاع قباء ما شاء الله في العصر الحديث، ده حمامه المسجد يعني. رجل شايب اصلي ادور عند الله. ما شاء الله، ربنا يحسن خاتمتنا جميعا، وما شاء الله كل سنه وانت طيب، وربنا يبارك لك ان شاء الله. وزي ما قلت يا جماعه امبارح ان من بشاير الخير والبركه دايما اهل المدينه اهل كرم، وانا كنت في لقاء امبارح مع الاستاذ احمد على السفره بتاعته النهارده، فعايزين نساله شويه اسئله كده يعني. السلام عليكم، ازيك يا استاذ احمد؟ الله يرضى عليك. انا يعني مصري بحب انقل الحاجات الكويسه عن اهل المدينه، واهل المدينه يعني عاده يتوارثها الابناء عن الاباء والاحفاد عن الاجداد. بقالك قد ايه يا استاذ احمد؟ انت عرفنا باسمك الاول يعني. انا احمد الجهني معكم. اهلا وسهلا، رحب فيكم. اهلا وسهلا. السفره الرمضانيه دي تكون وراثه ما شاء الله، شيء توارثه الاجداد، يعني انا ماخذها من الوالد وزي كذا. فاحنا السفره دي ان شاء الله يعني كل سنه، السنه اللي فاتت كان عندنا واللي قبله والسنه دي وان شاء الله اعوام طويله تكون عندنا سفره ما ننقطع منها. ربنا يجعل في ميزان حسناتكم. بقالكم قد ايه كم سنه السفره دي يا استاذ احمد بتعملوها؟ انا صراحه انا حديث بالسفره، انا ما كنت يعني اداوم عليها كثير، بس احنا لنا من سنين هنا، بس انا حديث السفره يعني. لا بس مع الوالد ومع الجد. ايوه مع الوالد لنا تقريبا فوق 10 سنوات فوق. ما شاء الله ما شاء الله. مسكينين، بس انا عندي حديث جديد يعني لي تقريبا لي 3 سنين يعني. ما شاء الله يا جماعه، هنا والله تشوفوا هنا الناس والراجل الطيب ده اللي ورايا برضه، الله يخليك. ارجع اكمل مع الصحة وارجع اكمل معاك. اسمك كريم، انا دايما بشوفك هنا. ايمن الرحيل. ها؟ ايمن الرحيل. اهلا استاذ ايمن. الله يحييك. الله يخليك. احكي لنا كده عن سفرة رمضان. الحمد لله. بقالك كم سنة بتعمل السفرة دي؟ والله تقريبا 17 سنه. ما شاء الله طبعا. انا دايما بشوفك على طول حتى في اثنين وخميس الحمد لله. والايام الايام البيض. الحمد لله. ما شاء الله. يا رب. ايه الفرق بين السفرة دلوقتي والسفرة زمان؟ لا اكيد اختلفت. ما انا عايز احكي الناس عشان تعرف. طيب طبعا اختلفت الان، اذا استلمتها الشركات الان ما هي زي العام الماضي او قبل العام الماضي. كلها كانت اشياء فرديه، الكل يجيب منها اغراض الفطور، الشريك والتمر والدقه واللبن والمويه، كانت كلها اشياء شخصيه. الان استلمتها زي ما انت شايف كلها شركات. يعني انتوا بتدفعوا للشركات فلوس وهي اللي بتعمل الوجبات المجففه والكلام ده، ايه حفاظا على الصحه العامه يعني. ما شاء الله. شايفين يا جماعه اشياء صحيه. هي يا جماعه حاجه صحيه وحاجه جميله جدا. تمام. هم بيشتركوا فكان الاول هم بيعملوا حاجات فرديه اجتهاد شخصي. والله كنا او احنا جايين من الباب نلاقي خناقات الاطفال والناس، لا اتفضل تعالى معانا، تعالى افطر معانا، تعالى. تحس في تنافس في الخير. تمام. وجزاكم الله خير. ده عاده طبعا يعني. الله يخليك يا استاذ ايمن، اخوك الشافعي الكيلاني. انا دايما بصلي معاكم هنا، بس بحب احكي الموضوع ده احطه على صفحه الشخصيه وانقل الحاجات الحلوه الناس تشوفها، والناس تشوف اهل المدينه الطيبين، والسعوديه بتعمل ايه مع الصائمين. حاجات جميله جدا والله. بنحب ننقل الحاجات الكويسه جدا. كم سنه بتقول؟ 17 سنه. ما شاء الله. في نفس المكان؟ لا والله كان في الاول في حتى احنا كنا كمصريين بنعمل سفره ورا يعني. مصريين كنا الله يخليك، الله يرضى عليك، الله يخليك. الان اختلفت، الان جابونا هنا في الساحل، لكن الحمد لله. الحمد لله. المهم يعني ايه الاجر، يعني تكسب الاجر ان شاء الله. ومتشكرين جدا يا استاذ ايمن، ربنا يجعله في ميزان حسناتكم وعاده دايما ان شاء الله. بس بتعملوا انتوا القهوه؟
ايوه اكيد. القهوه دي تبقى دي حاجه. أيوة. طب اقول لك على حاجه. ايوه اساسيه. قول بقى، قول لنا انا بحب اعمل قهوه في البيت. قول لنا بقى السر بتاع القهوه، يعني ليكوا تكه كده غيرنا برضه. لكن الحمد لله هي كل قهوه لها طريقتها الخاصه. قول لنا، اشرح لنا عشان الناس اللي ما تعرفش يعني وعاوزه تعمل قهوه. البن الهرمي اه هو بينطبخ تقريبا 20 دقيقه او 25 دقيقه. وبين نضيف لها الهيل. الهيل قبل ما تطفي على طول ايوه. ولا قبلها بفتره؟ تضاف في الترمس. حاجه سكر. ونحط عليها زعفران على خفيف. في ناس تحب الزعفران وتحب الاشياء الاضافيه يعني. ما شاء الله. ولا هي افضل شيء يعني الفل والهيل، هذا شيء اساسي. تمام. جزاك الله خير. والاستاذ احمد، احنا هنضيف النهارده عند الاستاذ احمد. شغال ايه يا استاذ احمد؟ شغال انا في شركه يعني شغال في شركه يعني موظف في شركه شركه. ما شاء الله. موظف فيها. ما شاء الله. احنا ضيوفك النهارده على السفره وانا سعيد، وانا قابلت الدعوه من امبارح. حياك الله، تنورنا والله. الله يخليك يا استاذ احمد. انبسطت بشوفتك والله. الله يخليك. واتبسطت بالراجل الطيب ده اللي هو انا بعتبره من حمامه المسجد، على طول بيصلي معانا على طول. والله ادعي لك. ادعي لي على طول. الله يرضى عليك. يرزقك وصحه وارفع اخواني وارفع المسلمين. راجل طيب والله دايما. اجر عمره. الله يخليك. زي ما انتم شايفين يا جماعه، ما شاء الله الناس هنا هون كل واحد عارف مكانه. حاجه جميله جدا، ربنا يكتبها لكل زائر، وكل واحد يجي المدينه المنوره هيجي يشوف حاجه جميله جدا. يعني عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا. اتفضل. الله يزيد فضلك. خلينا كده كلمتين، خلينا كلمتين كده على وانتم بخير يا رب. الله يخليك. كل سنه وانتم طيبين. شايف الناس الكويسين دول يا جماعه؟ حاجه جميله جدا. وزي ما انت شايف كده الاستاذ احمد اهون والناس والاستاذ ايمن يقف عند الباب يقول لك اتفضل اتفضل. في تنافس ان دايما تيجي عند السفره وتكون يقعد يخدم عليك وينزل لك، يحط لك ميه زمزم ويحط لك القهوه ويحط لك الشاي. حاجه جميله جدا والله يا جماعه. كل سنه وانتم طيبين. وان شاء الله ننقل لكم اللايف على ان شاء الله اللايف على الاذان ان شاء الله. وكل سنه وانتم طيبين وربنا يكتبها لكم جميعا. مسجد قباء هو اول مسجد اسس على التقوى، اول مسجد في الاسلام. سنه طيب ان شاء الله. سنه طيبين واشوفكم على خير، والى اللقاء في لقاء ثاني من حكاوي الكيلاني. برعايه الله.